السلام عليكم. نتمنى صوتي يكون مسموع. كنواصلوا في فيديوهات ديال الديداكتيك الفيزياء والكيمياء. اليوم غيكون واحد الفيديو اللي هو غادي نهضروا فيه على لي تيب ديفالياسيون، اللي هو انواع التقويم. عندنا ثلاثه الانواع. اول واحد اللي هو ليفالياسيون دياغنوستيك، التقويم التشخيصي. شنو هو التقويم التشخيصي؟ هو se fait à la début des apprentissages pour mesurer les acquisitions et les problèmes des élèves. يعني هو كيكون في بداية ديال التعلم أو لا قبل بداية التعلم. الهدف منه هو أننا نعرفوا المكتسبات القبلية ديال المتعلمين اللي جايين بها من سنوات سابقة، والبروبلام اللي عندهم، باش كنعالجو هادوك المشاكل ديالهم، باش اننا نقدروا نستمروا في التدريس. الوغ بالنسبه للنوع الثاني اللي هو ليفالياسيون فورماتيف. شنو هو هاد ليفالياسيون فورماتيف؟ اللي هو تقويم تكويني. se fait a lieu pendant les apprentissages. C'est un process continu pour corriger les erreurs. بالنسبة للتقويم التكويني راه كيكون في أثناء التعلم، يعني pendant l'apprentissage. الهدف منه هو أننا نعالجو هادوك الأخطاء ما أمكن. أما بالنسبة للنوع الثالث اللي هو ليفالياسيون سوماتيف، أي تقويم إجمالي. شنو هو؟ cela se fait à la fin de l'apprentissage pour attester la validation de succès des élèves avec un certificat. يعني هاد التقويم الإجمالي كيكون في نهاية التعلم، باش نمنحو أو نعطيو واحد الشهادة على داك النجاح ديالهم، وأيضا باش نتأكدو من نجاح المكونات ديال هذاك التعلم. دونك هادشي اللي كاين في الفيديو. الى عجبكم المحتوى اشترك في القناة. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي.